لازم أنا أكون بالمدرسة صف خامس، بس أشو يعني أهلي ما معي يعني قدموا لي مشان أدرس. يعني هلا أنا عندي أبسط الأمور إنه بس هيك أعرف إيش معنات الألف بالبي، بس كرمال أعرف أقرأ وأكتب. وحتى ما بس أنا كان ولد من أهل المخيم إنه ما حدا يعرف يقرأ ويكتب، بس كرمال إنه نتعلم بس تعلمونا كيف نعرف نقرأ ونكتب. أنا أتمنى أدرس وأكتب كل رفقاتي من جيل ويدرسوا. أنا أبوي ماما مصاري الجيل هذا، وأنا بتمنى أدرس أنا وأخواتي. شلون استعداداتك للمدرسة؟ مريح مبسوط. كيف راح تيجي المدرسة؟ هيك طيب شو جهزت للمدرسة؟ ولا إشي. ليش؟ ما راح شايف الحال اللي نحن فيه. أبوي عم بجيب لنا شوية مصاري. وأنا والدايم في عندي شنطة قديمة. أخوي بيدرس صباحي وأنا مسائي، بعطيه الشنطة يروح يجي فيها، بعدين يعطيني إياها أروح مسائي. أيوة. ونخلي أبوي يجيب له لهذا شنطة ويجيب له شوية أي صف أنت يا شهد؟ أنا لازم أكون صف سادس، بس بطلع من المدرسة. ليش بطلت المدرسة؟ والله لما أبي استشهاد أنا موصلة المدرسة من الصف الثالث. أيوة. أمي المسؤولة عن البيت وكل شيء. طيب كم واحد أنتوا بالبيت؟ 4. طيب أنت حابة ترجعي على المدرسة؟ إيه، شو بدك لحتى ترجعي على المدرسة؟ لوازم المدرسة وأشياء المدرسة، يعني مثل شو؟ حقائب ودفتر وكتاب وقلم. تمام. طيب شو حابة تصير بالمستقبل؟ أنسى. إن شاء الله.